مساء الخير أعزائي المشاهدين وتحياتي إليكم. ورياضة الأرجوميتر. الأرجوميتر يمكن كابتن عاصم زغلول قال لكم هتعرفوا يعني إيه الأرجوميتر. الأرجوميتر هي التأديف لكن داخل الصالات. حكايتها إيه؟ إن الدول الإسكندنافية فنلندا والدول وأمريكا ومعاها روسيا، الدول اللي هي عندهم من شهر 11 لشهر فبراير تلج، ما بيقدروش يقدفوا والنهر بيبقى متجمد. فكروا ان هم يلعبوا داخل الصالات. اللي احنا هنشوفه ده معاكم دلوقتي رياضة الارجوميتر، عبارة عن لاعب التأديف بس بيلعب على جهاز. التكنولوجيا النهاردة اصبحت جزء مهم جدا في الحياة. ادي سبق اهو، انا النهاردة جايب لكم سباقات الماسترز. يا ريت كده الزميل مجدي الليسي صغر الصورة بتاعت السنة شوية، لان ايه عايز افرج الناس على الارجوميتر. ده عبارة عن واحد بيقدف على الجهاز كانه بيقدف في مركب. لكن ميزة اللعبة دي ايه؟ ان ممكن زي ما انتم شايفين هتشوفوهم دلوقتي وشوفنا على الشاشة جايباهم كأنها مراكب ماشية وهم كل واحد بيتفرج على مركبه وهو شغال. على فكرة اللي قدامنا ده معجزة التأديف أيمن سعيد، كانت حصلت له حادثة، قطعت ايده وقطعت رجله وما زال بيمارس رياضة التأديف. نحييه تحية كبيرة. النهارده هنجيب لكم الماسترز دول اللي هم فوق 40، بعد كده في فوق ال 60 وفوق ال 50. الاسبوع القادم ان شاء الله هنجيب الشباب صغيرين. قدامنا ده كابتن اشرف لويدي مدير فني نادي البنك الاهلي اللي هو حالي اقرع، ده كابتن عمرو طه. في وسطهم طبعا هتلاقوا فيه لاعيبه موجوده في وسطهم، وايمن واحمد البيلي. بيلي ده طبعا الدويتو بتاع ايمن، على طول تلاقيهم بيتمرنوا مع بعض ما بيسيبوش بعض، ودي حلاوه هذه الرياضه. الجهاز اللي قاعد عليه اللاعب ده ممكن تبقى قاعد في مصر هنا وبتلاعب واحد في انجلترا اونلاين. هي اسمها روينج اندور، للتأديف داخل الصالات. بتتلعب منها بطولات كبيرة جدا، في بطولات تحت 60 وتحت 70. النهاردة كنت لسه بشوف الرقم العالمي فوق 50 سنة بيعمل في ال 500 متر دقيقة 13 ثانية، حاجة يعني افتراء. اللي احنا شايفينهم دول مرحلة ال 40 سنة، فوق ال 40. البطولة دي كانت منظماها منطقة اسكندرية في نادي البنك الفيكتوريا، ومشارك فيها من اول البراعم. يعني بطولة شارك فيها فوق ال 350 لاعب، بدأوا من الصباح اهو زي ما احنا شايفين الشاشة بيتفرجوا على نفسهم كأن مراكب ماشية في الحارات بتاعتها. ممكن زي ما بقول لكم هم بيلعبوا مع بعض. والتوصيله دي على فكره ماسكها كابتن محمد رشاد، هو المسؤول عن التكنولوجي بتاع هذه البطوله. الاتحاد المصري طبعا منظمها. زي ما احنا شايفين 6 اجهزه جنب بعض، في صالات بنلاقي بال100 جهاز. وعلى فكره كنا بنفكر النهارده ان نستخدم بطوله الجمهوريه اللي هتلعب يوم 3 مارس في اسكندريه، وناخد صاله من الصالات ونملاها ارجوميتر ونجيب كل ابطال مصر يلعبوا هنا في اسكندريه هذه البطوله. ونتمنى زي ما الدكتور حسين عبد السلام بيفكر بهذا الحلم نعمله. ادي اشرف القويدي بيحاول يختم هذه المسابقه. طبعا احنا في الماستر مش عايزين نقول مين اول ومين تاني، لكن حلاوتها الممارسه. شايفين التشجيع في الخلف، لو الصوت عالي سنه داخل معايا هتلاقوا في تشجيع بيشجعهم ورا. على فكرة وقت منافسات الولاد الصغيرين كانت الصالة دي مليانة على آخرها بأولياء الأمور وسعداء جدا بيهم بالولاد وهم بيقدفوا. دي مرحلة ال40 وهم بيحيوهم وأنهم تقريبا هم بينهم المرحلة. هنخش بعديهم على مرحلة ال60 سنة. شايفين التكنولوجيا وصلت لإيه دلوقتي؟ لعبة بتتلعب داخل الصالة. بقول لكم هم بيلعبوا مع بعض ال6 قدامنا، انما ممكن واحد في اسكندريه يقابل واحد في انجلترا او في امريكا، يظبطوا التايم مع بعض ويلعبوا ضد بعض ويشوفوا. ممكن نعمل بطوله 5 في انجلترا و5 في المانيا و5 في امريكا ومعاهم في مصر هنا، وممكن تتنظم ويبقى معموله. شفتوا التكنولوجي عمل ايه؟ رياضه الارجوميتر دي خلت العالم كله صغير قد كده. دي واحده من الرياضات اللي نقدر نقول قدرت انها تستخدم التكنولوجي وتوظفها صح. زي بالظبط ايه ما احنا بنتفرج على البلاي ستيشن، ما هو برضك لعبه بقت بالتكنولوجي وممكن واحد بيلاعب واحد اونلاين. بس هنا بقى ايه؟ فرد بيلاعب فرد. احنا بنمسك الدراع او الجوستيك وبنلاعب بعض، واحد بيلاعب واحد هنا وواحد بيلاعب هنا، وده جايب ميسي وده جايب رونالدو وده جايب مش عارف. انما ده تكنولوجي الرياضه للرياضه. يعني ولادنا اللي بتلعب
بالاجهزه ده قاعد بيلعب بصباعه وبيخلص، انما دي اللاعب بينزل. دول ال60 سنه دكتور جمال عبد القادر اهو بيحيوه، هو دينامو هذه البطوله رئيس منطقه اسكندريه، وبيحييه طبعا كابتن رأفت اللي لابس سرنج اسود. هو كان يعني عايزين نقول كابتن رأفت جهد كبير جدا، جمال عبد القادر جهد كبير جدا، طه صقر. حكامنا هتلاقوا في السبق ده 2 حكام، كابتن عصام فخري اهو قدامنا وكابتن حمدي السيد، الاثنين سخنوا لما لقوا فوق ال60 هيلعبوا، نزلوا بلبسهم بتاع الحكام، لقوا جهازين فاضيين اهو. كابتن عصام فخري قعد سخن، لقى فيه قال لك الله لا انا هلعب يبقى اذا ممكن تلعب بقميص وبنطلون، اهو لعب بالقميص وبنطلون. وادي الكابتن حمدي السيد جايب الكرافات، حتى قالوا له ايه ممكن تقلع الكرافات قبل ما تبدا على اساس ان انت تفك وتلعب. وكانت منافسه ممتعه جدا. دول اللي فوق ال60 سنه يا جماعه. ما زلنا بنقول من خلال رياضه التجديف ان الرياضه ملهاش عمر، بس الميزه ان بعد المنافسات ما بتدورش على مين اول ومين تاني، لا هو كله بيلعب. ادي اهو الجهاز كلهم اساميهم موجوده، هيقول لنا ريدي رو اتنشن رو، اهي رو. بداوا السبق دلوقتي، كل واحد فيهم بيحرك جهازه وبيجري بيحاول. طبعا كل واحد وله قدفته وخطوته وهو ماشي في السبق. طبعا فوق ال60 هيبقوا غير زي البراعم زي ال20، لا كل مرحله ولها مميزاتها، انما الناس دي بتتدرب. بصوا كابتن عصام فخري واخد الموضوع جامد جدا، دكتور جمال عبد القادر جنبه ماشي هادي، وبرضك وادي يسري عبد الرسول ده دف قديم قوي على فكره، هو وجمال كانوا في مركب واحده. طه السعيد صقر، دكتور طه يعني اهو بيشد بقوه، وجنب منه بقى الشريف صبحي يحيى من اشرافنا، صبحي يحيى ولسه راجع من الحج، وبصوا داخل بقى يعني بيأدي المنافسه بمنتهى الحماس. هو دي حلاوه تشوفوا بقى فوق ال60 الشعر الابيض مع اللبس مع الرياضه. شفتوا الرياضه حلوه ازاي؟ رياضه جميل جدا ان انا امارس رياضه. يعني بيلعبوا كوره، في ناس رواد وبيلعبوا كوره لغايه دلوقتي، باسكت في رواد وبيلعبوا لغايه دلوقتي. ادي طه وشايفين، كنت طبعا رايح اشجع صبحي لان كان بينافس على المركز الاول، فواقف جنبه بقول له يلا يا صبحي شد يا صبحي على طول اهو. طبعا صبحي ان احنا بنقعد مع بعض كتير على القهوه عشان كده هو رحت شجعته. ادي دكتور جمال عبد القادر عدى اهو وماشي وعامل سبق على الهادي، لكن عمل نتيجه جميله جدا جدا وكسب في هذا السباق بالشكل اللي هو ماشي بيه ده. كل واحد وله خطوته اللي ماشي بيها، وسبق كان ممتع. هيتبقى بعديهم مرحله ال50 سنه هيلعبوا بعد كده بردك، دي كان مشارك فيها 3. ادي اهو تقريبا بداوا يخلصوا، حمدي اهو وقف وجمال، ودي طه لسه بيشطب، صبحي خلص طبعا اهو وبيهدوا. يعني سبق جميل وممتع. دول لعبوا ال 500 متر، اللي قبلهم كانوا لاعبين 1000 متر، اللي جايين بردك 50 سنه بيلعبوا 500 متر. مع كل مرحله ولها سباقات. على فكره الولاد الكبار في 6 كيلو وفي 3 كيلو وفي 2 كيلو. لكم البطوله بدات من الصبح الساعه 8 انتهت الساعه 6. يوم ممتع جميل. ادي اهو بيستعدوا، زكريا عرفه على اليمين، علاء متولي، رأفت عبد الموجود، وكلهم سن واحد. كان متبقي محمود ابراهيم لكن لظروف خاصه ما قدرش يجي واعتذر. المهم ال3 دول بيستعدوا اهو، شايفين اهي اتنشن رو. بدات المنافسه بين ال3 وهم ال3 ماشيين من البدايه كده، بيحاولوا يبقى في منافسه. برضك صحابه حبايب، لكن ساعه ما قعد على الجهاز عايز يكسب، كل واحد عايز يكسب. فالجهاز اهو جايب لنا، شايفين التكنولوجي حلو قد ايه في عالم الرياضه. وادي المنافسه ما بين ال3، ودي كانت اخر منافسه في اليوم على فكره. يعني هم فضلوا ان الماسترز يلعبوا في الاخر خالص، عشان كده الصاله بدات الناس اللي موجوده فيها تهدى، وكل واحد وليه خطوته. رأفت ماشي بخطوه هاديه، رضا بحجمه على فكره، رضا ده وزنه 69 كيلو، فماشي بشكل كويس وعامل سبق كويس. يعني اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تشوفوني وزني نازل عن كده شويه، لان بردك مع التدريب الواحد كان وزنه كان اكتر من كده بكتير. فان شاء الله يعني مع التدريب الواحد بينزل واحده واحده عشان يحافظ على
صحته. على فكرة كلنا بنمارس الرياضة دي عشان صحتنا دلوقتي، مش عشان مين يكسب. ما بنفكرش مين يكسب ومين يخسر، لان بعد كل سبق كان بيخلص كل اللي قاعدين بيشجعوا بعض وبيحبوا بعض. هي دي حلاوة رياضة التجديف. واعتقد اني قدمت لكم فقرة جميلة جدا، وانا دلوقتي يمكن معاكم في النهاية. بشكركم، كان معكم معلق رياضي علاء متولي، وبشكر الزميل مجد الريسي والزميل عاصم زرلول على هذه الفقرة، وبشكركم والى اللقاء ان شاء الله. الاسبوع الجاي هنجيب لكم فقرة الولاد الصغيرين في التجديف الارجو ميتر. شكرا والى اللقاء في منافسات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.